بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا مشاهدين؟ خلاص يا آدم، بس يا بابا، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى الفيديو ده انا كان نفسي اعمله قوي من زمان، بقالنا فترة كبيرة قوي. ليه بقى؟ عشان امي حبيبتي هتبقى موجودة فيه. يلا طب ايه يعني؟ طبعا النهارده الفيديو بتاعنا خلاص خلاص يا يا آدم. خلاص يا يا دول قولي لي عن الكحل الفلاحي. طبعا انتوا عارفين ان ام احمد على طول بتحب تعمله قوي. طبعا ام احمد يعني بتحب تعمل كل الحاجات الفلاحه، فهي جابت بقى المكونات. يا بصوا الهون ده، بصوا الهون ده، هون امي. الهون ده بتاع امي، بصوا جميل ازاي. الهون النحاس، زمان ما كانوش بيتجوزوا تقول لك ايه يا ايه وجابت الهون النحاس يا اختي. يا اختي جابت الهون النحاس. هو ده بقى الهون النحاس. مفيش جواز بس يا عسل. طبعا لسه عايش عندنا بقاله كام سنه؟ 100. انت متجوزه بالك 110 وانت هتشوف بقاله كتير يعدي ال 40. 80 سنه. معقول؟ 80 سنه؟ ليه؟ اخويا عنده كم سنه؟ عنده أخوك في مين؟ 60 وانت متجوزه انت عندك 20. بس يا حبيبتي بس بقى بقاله 60 سنه. بقاله 60 سنه. الهون بجد انا بحسبكم بتهزروا. لا والله بقاله 60 سنة. بقاله 60 سنه الهون بقاله 60 من سنه عمر وحيد. من عمر الله. ربنا يديه طول العمر، يبارك فيه. الهون ده بقاله 60 سنه. انا كنت بحسبهم بيهزروا فلقيتهم بيتكلموا بجد. لما اروح انام اقعد قولي يا بنتي يا كسفيش يا روح. عايزه تروحي تاكلي ايه؟ محشي. عاملين فطبعا محشي. بتاع الكحل ده ما بيندقش غير في الهون اللي زي ده. ينفعش يا ام اسامه يندق في اي حاجه؟ لا، هو الهون النحاس علشان لما بيتغسل بيبقى نضيف قوي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ام احمد غسلته بقى وجهزته وورته لنا هو بيلمع قد ايه. زي المبلول. طبعا الايد بتاعته تقيله جدا عشان تدق بقى. وسط الطين. طبعا بتدق الكحل بقى، بتعمل الكحل علشان هي بتحب الكحل الفلاحي. عشان احط القدومه والنودي. كحل حراق عسول. ليه بقى؟ لا يا حبيبتي اللي مش ما هحط بيسمعش لك. الكلام اللي ما على بيسمعش فكرة الكلام بس. اللي ما بيسمعش الكلام بيحطوا له الكحل ده على اللي فكرة. بيعمل حمام على نفسه. سامعين ام احمد؟ ما فيش فؤاد. ايه؟ لا عم فؤاد مش هنا. امال هو راح فين؟ اختفى. مفيش فؤاد. انت عايزه فؤاد يما؟ بتبص كده ببص وراه. امي بتحسبني ببص على فؤاد. على جده فؤاد، فهي بتقول لي مفيش فؤاد. لا، فؤاد مش هنا فعلا. زمانه جاي. بيجيب اكل بعيد. المهم حطت بقى ام احمد دي الحوايج. الحوايج. ايه هي بقى الحوايج يا ام احمد؟ قولي بقى. ده الحاجه اللي الكب. تحكي دي يا ماما بس يا عسل. الحوايج. على حوايج الكحل. مر بس وقسط الطيب وسكر نبات وعرق ده. تمام. وفلفل بصوا. ابيض. حوايج وفلفل ابيض. تمام. بصوا بقى، ماشي. هي الحاجة عشان الحاجات دي قديمة هي عارفاها، ما كانوش بيعملوا غيرها. يلا يا عسل. ده بقى الكحل الحجر. ده بقى الحجر بقى. بعد الحوايج اللي احنا قلناها دي مسكناها دقناها لوحدها، وهندق الحجر لوحده. ليه بقى؟ علشان ما يبقاش الحوايج اما تدق مع الحجر ما تبقاش خشنه، صح كده؟ دي لوحدها ودي لوحدها وبعدين هنلخبطها على بعضها. تمام. شايفين ام منوره ازاي؟ حبيبتي يما.
قمر قمر يا اخواتي، منوره يا ماما، منوره. انا هسحب الفيديو ده انزله على الفلاشه. ايه ده؟ ده كله طبعا هي بتدق بقى الحجر اهو، بصوا انتوا شايفين اهو. ايوه هتنعمه وبعدين تحط ايه ده على ده. هنفصل بقى لحد ما تخلص ده. دلوقتي بقى بعد ما دقت ده لوحده وده لوحده هتحطوا بقى زي ما تشوفوا معايا دلوقتي. بص تحط الاتنين على بعض. بس كده. تضحكي على ايه؟ طبعا هنا ام احمد بتعمل شويه وامي الحاجه بتعمل شويه زي ما انتوا شايفين. لازم نسحن فيه بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين عشان ينعم، ولازم ننعمه قوي، لازم يبقى ناعم. خدت الهون ام احمد، دلوقتي الهون في ايد ام احمد. فريق الكوره، مره في ايد ماما ومره في ايد ام احمد زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا مستمرين في الدق. سامعين الهون بيعمل ازاي؟ سامعينه؟ كأننا بنسبح بالظبط. ايه؟ خلي بالك من امك، خلاص يا ماما. ما تسمعش كلام ستك ام اسامه، اسمع كلام محمد اخوك. صح يا حموتي؟ ندى ندى انت عايزة الاكل اتعمل يا تيتا. بصوا ايه ام ده احمد الاكل اتعمل؟ سمعنا خلاص. محشي يا جماعه، محشي. اصل ام احمد مستعجله قوي، اصل عاملين لها محشي النهارده. جاي. بصوا طب روحي بصوا غروفي انا جاي. عيب عيب عيب. ده اول واحده هتدوق الكحل هي ندى. ايوه ما هي ام احمد بتعمله عشان العيال الصغيره. يعني ده اول حطوا واحده لهم هتدوق كحل الكحل. شفت الكحل؟ بصوا بقى بأسود ازاي؟ طبعا بعد المرحله دي على طول بنعمل ايه بقى؟ بنجيب مثلا طرحه نايلون. طب انا عاملاه على فكره معاكم فيديوهات سابقه كتير كذا مره، لو رجعتوا الفيديوهات هتسمعوه كامل. هو ده كامل برضو، بس هي بتفضل تسحن فيه كده لحد ما يسمر بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا ده. ونجيب بقى طرحه طبيعي اللي هي بتاعت زمان، بتاعت الستات الكبار كانوا بيلبسوا طرح كده سمرة طبيعي. وعلشان هي ناعمه قوي فبيمسكوا الكحل يهزوه بيها، يهزوا الكحل بالطرحه دي علشان يبقى ناعم بقى، عشان طبعا ما ينفعش خالص ما يبقاش ناعم، عشان بنحطه في العيون. سلامة عيونك يا حاج. الله يسلمك يا ام احمد. اختي مبسوطه قوي النهارده. كان بعمل كحل عشان العيال مغلبان. لا مش ده مش عشان كده، عشان هتاكل محشي. تعالوا كلوا معايا محشي. طبعا المره الاخيره بقى هننخله بالطرحه، باي طرحه، ويبقى ناعم خالص، ونعبيه في اي بقى ازازه اي مكحله. مكحله. بصوا ما شاء الله ما اسمر ازاي. استني كده يا ماما. طبعا يا جماعه ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو ينول اعجابكم، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.